وقال لي يا مروة انتي ما شاء الله تفوقتي على نفسك ووصلتي لمستوى ما كنتش اتخيله في وقت قليل جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مروة من قناة سوبر مروة وزهرة. بسلم على كل حبايبي في كل مكان وبقول لكم مسا الفل على الجميع، وحشتوني جدا. هنصور النهاردة حلقة جديدة من حلقات القناة. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان تدعموني، والمشاهدة والتعليق الجميل بتاعكم اللي فعلا بيفتح نفسي للشغل معاكم. النهارده جايه اعمل فيديو عن كذا صنف كده هنعملوه مع بعض، لكن زي ما قلت لكم في اول الفيديو او كتبت لكم على عنوان الفيديو ان انا اتعلمت الطبيخ من جوزي طبعا، ومن حماتي ربنا يمسيها بالخير. جوزي عملت فيه مقالب كتير، كنت زي اي بنت اول ما اتجوزت ما فهمش في الطبخ كتير، ما فهمش تقريبا فيه خالص اصلا، لان طبعا الشغل والكليه وكده، وانا من البنوتات اللي كنت برفض ادخل المطبخ خالص. والدتي ما كانتش بتضغط عليا، فطبعا اتجوزت كله جه على دماغي. بدأت ان انا يعني اتعلم بقى بعد الجواز، فعملت كتير مقالب في جوزي، يعني مثلا زي المكرونه كده العاديه اللي هي بتتعمل بالصلصه دي، عملتها له بالسمن بدل الزيت، فطبعا كانت ملعبكه وطعمها وحش جدا. كنت معرفش ان هي بتتعمل بالزيت. حاجات كتير كده على نفس النمط، يعني ممكن الطبيخ يبقى الاكل، يعني الطبيخ نفسه ساقط تحت كده، والصلصه كتير عامله زي الميه. وهو قال لي لا، انا بصي انا هعلمك بقى الطبيخ. هو ما بيدخلش المطبخ لكن علمني عن طريق الارشادات بتاعته طبعا. علمني حاجه حاجه ازاي ان انا اظبط الاكل وابقى يعني اعمل اكل محترم، يعني واكل معتبر. بقى يديني في نصايح تخص الاكل كتير قوي وانا امشي عليها. وقال لي ان انا اول ما هجرب منك الاكل تقريبا يعني وهيبدا يدخل دماغي هتاخدي في ايدي سنتين. وبدأ يعلمني، لكن الحمد لله الحمد لله بعد كام شهر قال لي يا مروة انت تفوقتي على نفسك في الطبيخ. طبعا انا حبيت المطبخ جدا عشانه، حبيت الطبيخ عشانه. الفترة اللي فاتت دي قصرت معاكم في ان انا اعمل وجبات بسبب ان انا في الشقة المؤقتة اللي انا قاعدة فيها في اسكندرية مطبخ مش مجهز. حاجتي كلها طبعا هنا في القاهرة، فطبعا لما جيت بقى قلت لا لازم اظبط معاكم الاكل ان شاء الله. انا بحب المطبخ جدا بسببه. آه، ربنا يرجعه لي بالسلامه. طبعا النهارده هنعمل هو اكلات جميله قوي. هو من ضمن الارشادات اللي قالها لي برضو علمني فيها الطبخ ان انا لازم مثلا لو هعمل رز بشعريه لازم الشعريه تبقى تاخد اللون اللي هو البامبي ده، ما تبقاش مبيضه عشان تبان في وسط الرز. لازم مقدارها يبقى قد الرز او ازيد كمان عشان تديله طعم. في الطبيخ مثلا لازم ادي البصل او البصل ده لازم اديله حقه في الطبخه، يعني احط بصل كتير في الاكل عشان هو اللي بيدي طعم للاكل. التسبيكه دي لازم اديها حقها، وانا بسبك لازم اسبك كويس الحاجه عشان برضو تطلع معايا النتيجه كويسه. قال لي على حاجات كتير كده وتكات كتير كانت بتفوتني. قال لي على ان الطماطم بتفرق كتير في طعم الاكل، الطماطم المعصوره غير الصلصه المعلبه الجاهزه. لما تيجي تطبخي بيها وتطبخي بالطماطم المعصوره الفريش بتفرق كتير معاكي في الطعم، ودي طلعت حاجه حقيقيه. مش اي حاجه يتحط عليها مرقه، يعني مش اي وجبه يتحط عليها، في حاجات ما ينفعش يتحط عليها مرقه. قال لي على حاجه مهمه جدا، تكه مهمه جدا جدا جدا. قال لي ان ما ينفعش اننا نطبخ الاكل بالميه الا اذا بقى يعني غصب يا ربي. آه، لكن يفضل ان الاكل مثلا يتعمل بشوربه الفراخ او شوربه اللحمه، لان تديله طعم جامد جدا. لما تيجي تعملي الرز اعمليه بشوربه فراخ او لحمه، في حاجه فريش، مش مرقه عاديه، مش مرقه معلبه يعني. لما تيجي تعملي شويه طبيخ نفس الحكايه، لما تيجي تسقي صينيه الرقاق اسقيها برضو بالشوربه الطبيعيه مش بالمكعبات المرقه اللي هي الجاهزه. قد ايه الحاجات دي فرقت معايا في الاكل وخلت الاكل مظبوط، لدرجه ان هو قال لي يا مروه انتي تفوقتي على نفسك. طبعا حماتي ربنا يمسيها بالخير طبعا ده نفسها في الاكل اصلا. والحمد لله الحمد لله، يعني انا بقيت شاطره جدا في المطبخ عشان خاطره. بقيت ان انا اتابع البرامج واتابع القنوات اللي على التلفزيون اللي بتجيب الطبخ وطرق الطبخ وازاي الجرنشه بتاعه تقديم الطبق دي بتفرق في العين، وبتخلي الانسان يعني كده يبقى مستعد للاكل ومفتوح نفسه، يعني العين بتاكل قبل البطن او قبل البق. قد ايه الحاجات دي كلها كانت فرقت معايا جدا. مش عايزه اطول عليكم الفيديو. هعمل النهارده ايه زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه فرخه اهو ما شاء الله كبيره. طبعا دي بلدي عشان هتاخد مني سوا مثلا ساعه، عشان لو بيضه مش هتاخد منك سوا ممكن نص ساعه. هعمل بطاطس مكعبات باللحمه.
والرز ده اللي انا هعمل بيه، اللي انا هحشي بيه الفرخه، ان انا هحشي الفرخه دي هحشيها من جوه ومن عند الرقبه ومن عند الوراك، يعني هحشيها زي حشو الفريك بالظبط. فطبعا هبهر الرز ده وهعمله على البصله، دلوقتي هتشوفوه معايا. معايا اللحمه هي اللي انا هعمل بيها اللحمه البطاطس المكعبات، ومعايا كمان الكبد والقوانص اللي انا مقطعاها عصافيري. الكبد والقوانص دي مش بتاعت فرخه واحده، انا ببقى شايلاها عشان استخدمها في الحشوه اللي انا بحشي بيها الفراخ. مقطعاها قطع صغيره قوي وسايبه لكم قلب اهو، مرضتش اقطعه عشان اعرفكم ان القلب ده بعد ما بنشيل الزيادات اللي هنا لازم بنشقه كده بالسكينه من هنا ونطلع اي زوائد من جوه، زوائد دمويه بتبقى تراكمات كده. وانا مقطعه بقى الكبد والقوانص والحاجات دي كلها صغير كده زي ما انتم شايفين. ودي البصله اللي هعمل عليها البطاطس، ودي البصله اللي هعمل عليها هبهر عليها الرز عشان احشي بيه الفرخه. خليكم معايا ان شاء الله باذن الله الوجبه النهارده تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. هو بينور. زي ما انتم شايفين كده، انا اول حاجه طبعا هحط بقى بصله هنا على البصل، هحط سمنه معلقه كبيره اهي على البصله اللي انا هبدا اشوح فيها الرز او ابهره. وفي نفس الحكايه برضو البصله دي برضو هحط عليها السمنه اهي، دي اللي انا هشتغل فيها بالبطاطس. بس الاول طبعا برضو هشوح فيها اللحمه. يبقى كده انا معايا الاتنين اهو على البصل. بحط اضافه من الزيت برضو اهو زي ما انتم شايفين كده. بحط شويه زيت هنا وشويه زيت هنا عشان الزيت مع السمنه بيدي طعم للاكل وبيظبط معايا تحمير البصله والحاجات دي كلها اهو كده. البصله دي هخليها تاخد اللون البامبي بقى اللي هو المظبوط اللي انا بقول لكم عليه، مش المحروق ولا الابيض قوي، بحيث ان هي تديني لون كويس وطعم كويس في النتيجه النهائيه في الاكل. وفي نفس الحكايه دي برضو هديها هكسر يعني سنه صغيره قوي من نضج البصل ده، مش هخليه يبقى بامبي قوي. بعد ما يبدا ياخد اللون البامبي البسيط ده هبدا انزل عليها بالكبد والقوانص اشوحها معاها. وبعدين لما الكبد والقوانص تاخد لون هبدا ان انا انزل بالرز والبهارات عشان يتحمروا مع بعض. نفس الحكايه هنا في البصله بتاعه البطاطس اللي انا هعملها، هنزل فيها في اللحمه اول ما تاخد اللون البامبي، هنزل بقطع اللحمه اللي انا قلت لكم عليها عشان برضو تاخد لون. وبعد ما تاخد لون هنزل عليها بالطماطم الفريش اللي انا عصراها. خليكم معايا ونشوف الفيديو في الاخر عامل ازاي. زي ما انتم شايفين اهو انا كده شوحت البصله حاجه بسيطه عشان احافظ على طعم الكبد والقوانص وطعم البهارات في الرز وكده. هحط عليها اهو مكعب مرقه على الحاجات دي، على البصله والكبد والقوانص. وهحط طبعا فلفل اسمر اهو عشان يبقى طعمها لذيذ. وكمان وهحط معاها البهارات بقى اللي هي القرفه الناعمه دي زي ما انتم شايفين عشان تدي الرز طعم جميل لما ابدا انزله عليها. بس كده انا دلوقتي ممكن انزل بالرز. قبل ما انزل بالرز هوريكم البصله اهي خدت لون بامبي كده، مش عايزه ان انا برضو احمرها قوي عشان ما تغمقش الاكل معايا الطبيخ معايا. شوحت اللحمه فيها اهي، هبدا انزل عليها بقى بالقوطه. هنزل عليها بالطماطم اللي انا عصراها اهو، وهسيبها بقى ان هي تاخد وتدي مع نفسها لحد ما اللحمه تستوي كويس والطماطم تستبك فيها. وبعدين ابقى اضيف لها الشوربه وانزل عليها بالبطاطس. زي ما انتم شايفين اهي الكبد والقوانص يا دوبك كده هبدا انزل بالرز اهو عشان يتشوح معاها. وبعدين برضو اضيف له الميه عشان يستوي 3/4 سوا، عشان احنا هيكمل السوا بتاعه داخل الفرخه ان شاء الله اهو. زي ما انتم شايفين هتقلبي بالراحه كده بحيث ان الرز كله ياخد نفس التتبيله اللي موجوده في الفرخ
او اللي موجوده في التتبيله اللي احنا عملناها مع الكبد والقوانص. هظبط بقى الحاجات دي كلها، واحط بقى طبعا لما يشوح الرز احط عليه الميه، وارجع لكم عشان نحشي الفرخه ان شاء الله وتشوفوا معايا الدنيا عامله ازاي. هنحشي الفرخه مع بعضنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين الفرخه اهي، لازم تفتحي الجلد بتاعها من هنا اهو، تفتحي الجلد كله من عند الوراك ومن عند الصدر لحد فوق اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا لحد فين عشان تبداي تحشيه. وكمان هنحشي جوه طبعا، وفي نفس الوقت برضو وانتي عند الفرارجي بتخليه ان هو يعني وهو بيفتح لك كده ما يفتحلكيش فتحات كتير، عشان هنحشي الرقبه كمان. ودي هنقفلها كده، الجزء اللي تحت ده هنقفله كده بعد ما نحشيه زي ما انتم شايفين اهو. اهو طبعا انا بعبي الفرخه من كل ناحيه زي ما قلت لكم اهو، ومن عند الصدر هنا. طبعا تحشيها ما شاء الله احنا عايزينها تبقى كبيره، كل ما حشيتيها كويس كل ما كانت يعني الفرخه ما شاء الله بقت كويسه وحجمها كويس اهو. زي ما انتم شايفين كده، ما تخليش جزء فاضي، وفي نفس الوقت ما تضغطيش جامد على الرز عشان لسه هيكمل السوا بتاعه اثناء استليق الفرخه، فطبعا هينفش زياده. يعني لما هيكمل سوا بينفش زي ما انتم عارفين طبعا، ويشرب ميه فبينفش اهو. كده شايفين الفرخه ما شاء الله بقت عامله ازاي، شايفين اهو. اهو كده تبنيها بقى من كل جزء. من الجوانب من هنا. احنا كده خلصنا الجزء ده. المفروض ان انا بقى هقفله كده، ممكن بالخيط، وممكن بعمل رجل الفرخه كده على حسب ما انا عايزه، وبزنقها كده. يعني لو مش عايزه اخيطها انا بفضل ان انا اعملها بخياطه بابره وخيط، عشان تحافظ لي على الرز جوه اكتر، يعني اكتر وقت ممكن، عشان الفرخه لو خدت وقت في السوا. اتاكدي برضو ان الاماكن هنا خدت يعني من تحت الورك من هنا خدت رز، عشان يبقى شكلها منفوش من كل ناحيه ومليانه من كل ناحيه اهو. طبعا انا الفرخه بهرتها الاول بالفلفل الاسمر وبالملح، حاجه خفيفه كده، يعني رشه فلفل اسمر ورشه ملح من جوه ومن بره، عشان تبقى ليها طعم من الفلفل الاسمر والملح، تبقى مظبوطه فيهم وهي لسه قبل ما احشيها. يعني انا كده بصوا زي ما انتم شايفين اهو، هي لسه عماله تاخد مني اهو. انا بس مش عايزه املى اكتر من كده، عشان لسه يعني الرز هينفش معايا. همسك بقى المنطقه اللي هي بتاعه الرقبه اهي، هحشي الرقبه برضو كلها، وبعدين هخيطها وهنزلها في الميه السخنه على النار في الحله اللي فيها ورق اللورا والبصل وهكذا والحبهان، عشان تاخد السلقه بتاعتها. وبعدين هوريكم الشكل وهي بتتسلق. خليكم معايا لحد اخر الفيديو. متابعيني على القناه، انا كده خلصت خلاص الوجبه اللي انا كنت بعملها النهارده، الفراخ المحشيه زي ما انتم شايفين اهي. ما شاء الله عليها جميله اهي، ودخلتها الفرن. حاطه تحتيها الرز بقى اللي هو اتبقى مني من الحشو، وكمان خلصت البطاطس اللي باللحمه زي ما انتم شايفين. استنوني في وصفه جديده مع مروه من قناه سوبر مروه وزهره، وقناتي التانية يوميات ميرو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.